تعلم الناس السهر على الواتساب، فلماذا لا يسهرون يصلون؟ ما المانع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين؟ تعلم الناس السهر على ما يسمى بالزام أو العمل الليلي، فلماذا لا يصلون حتى ركعتين يلقى الله جل وعلا بهما؟ تعلم الناس السهر على كرة الطائرة وعلى اللعب في الملاعب يستأجرونها كرة القدم، فلماذا لا يصلون؟ قال الله: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم حتى زرتم المقابر. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل ما تبنى. تعلم الناس السهر مع الأصدقاء في اللوكندات وفي المقاهي وعلى السواحل، فلماذا لا يصلون؟ قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، صلي لله في جوف الليل ولو ركعتين، وابكي فيهما عل الله أن ينظر إليك فيرحمك ويجعلك من أهل جنات النعيم. فلا تفرط في صلاة الليل ولو ركعة حتى وأنت جالس، ولتكن وترا. نعم عباد الله، ورحم الله الإمام أحمد لما قال: تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. وقال: كيف يفلح طالب العلم لا يصلي الليل؟ صلاة الليل لك نور في الدنيا والآخرة، فحافظوا عليها رعاكم الله. انظر إلى النشاط الذي كان في رمضان، نصلي التهجد الساعة 2 فجرا، وهذه نعمة. فلماذا الآن؟ لماذا نكون رمضانيين؟ لماذا لا نداوم؟ أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: أدومه وإن قل، حتى ولو كان قليلا، أهم شيء أنك تداوم عليه.